السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ودايما يا رب متجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل مع بعض النهاردة عزومة رمضان. هقول لكم على كل تكات العزومة وازاي تعملي حاجة تشرفك قدام ضيوفك. يلا بينا نبتدي الفيديو. ولو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه وما تنسوش تحطوا اللايك عشان نوصل الفيديو للكل يستفاد منه ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنبتدي بها في العزومة المحاشي. نعمل تشكيلة محاشي حلوة. ضربت بصلة في الكبة وهضيف عليها البهارات بتاعتها، مرقة وفلفل وكزبرة ودقة جاهزة، توم بفلفلة والملح بتاعك وكل حاجة هتتعكيه في بعضه وهتحطيه على الرز والحباش. وبعد كده في صلصة عملتها بالبصلة بس وما ضفتش عليها اي حاجة، والصلصة غلت معايا قلبتها للمحشي، وهحشي بيها ورق عنب وكوسة وكرنب وبتنجان وفلفل رومي. هقلب كده المحشي كويس وهحشي. انا هحشي بس قدامكم كام واحده، وبعد كده انا حشيت المحشي ده كله مع نفسي. البهارات هقول لكم عليها تاني، عباره عن مرقه وفلفل وبهارات لحمه وكبابه صيني وكزبره جافه ونعناع حبهان مفروم. اي حاجه هتحطيها على المحشي في البهارات هتلاقي طعمها حلو قوي معاكي. انا بحشي ورق العنب قدامكم اهو، زي ما انتوا شايفين بلفه ازاي. هحشي كام واحده كده قدامكم، وبعد كده انا هحشي المحشي ده كله مع نفسي عشان انا مش هكذب عليكم، انا هقعد احشيه وانا قاعده علشان ما اطولش الفيديو قوي. بالنسبه للكوسه مش بقشرها، انا بعملها خطوط بالمقوار بالناحيه اللي هي المشرشره دي، بقشرها كده بالخط ده، بتعمل خطوط طوليه شكلها حلو قوي وبتخلي شكل الكوسه في المحاشي تحفه وشكلها شيك جدا. كده خلاص المحشي بتاعي بقى جاهز من كله، كوسه وورق عنب وفلفله وبتنجان. حطيت الخضار لوحده في حله وورق العنب وتحتيه الكرنب في حله تانية. دلوقتي هبدأ معاكم تاني حاجه اللي هي الكفته. هعمل الكفته، هتبل. ضربت بصل نص كيلو اللحمه المفروم ده عليه 4 بصلات، ضربتهم في الكبه وعصرت البصله بتاعتي عصره بسيطه قوي وحطيتها على اللحمه. بهارات الكفته بتاعتي فلفل، كزبره، بهارات لحمه، بلح جوز الطيب، كيس بهارات كفتة جاهز، ولو مش عندك بهارات اللحمة والكباب الصيني والكزبرة تكفي قوي، وكمان ملح. لازم تعصري البصلة بتاعتك عصرة بسيطة علشان ما تعملش مية كتير في اللحمة. وما ننساش الكباب الصيني لانها بتخلي طعم الكفتة تحفة وجميل. هنقلب المكونات دي كلها ونتعكها بايدينا كويس علشان الكفتة تتخلط كويس بالبهارات وتبقى طعمها حلو قوي. وبعد كده لازم نعينها في التلاجة حوالي ساعة أو ممكن تعمليها قبلها بيوم. تاني حاجة معانا هنتبل الفرخة بتاعتنا. معايا بصلة فرمتها في الكبة، ومعايا توم وحبهان مفروم وورق لورا وبهارات شطة حسب الرغبة وفلفل اسود وبودرة توم وكزبرة وملح ومعلقة عسل ورشة سكر صغيرة ومعلقة صويا صوص وعصرة ليمونة. هندعك البصلة بتاعتنا بالبهارات كويس قوي. ونسيت اضيف معلقة صلصة ضروري عشان تدي للفرخة لون. وبعد كده المكونات دي لازم تندعك كويس، وبعد كده نتبل بيها الفرخة بتاعتنا من كل الجناب ومن كل ناحية، وندخل التتبيلة جوه الفرخة، ونحاول على قد ما نقدر نعمل التتبيلة دي في الفرخة من بالليل علشان تشرب التتبيلة ويبقى طعمها حلو قوي. انا متبلة الحاجات دي من بالليل علشان عايزة الحاجة بتاعتي يطلع طعمها جميل وريحتها حلوة قوي. بعد كده هتبل الفراخ البانيه. انا عندي تتبيلة بعينها في الفريزر، كل ما اتبل تتبيلة الفراخ ويتبقى مني تتبيلة بعينها في الفريزر بلاقي ريحتها حلوة قوي. التتبيلة بتخش في بعضها بتعمل طعم وريحة جميلة في البانيه. التتبيلة بتاعتي عبارة عن بجيب الخلاط وبحط فيه توم وبصل وطماطم وبهاراتي اللي هي فلفل وكزبرة
وبهارات لحمة وبهارات فراخ وكبابة صيني وجوز الطيب وجنزبيل. الجنزبيل بيخلي طعم الفراخ حلو قوي. وبقوم ضربها ضربة في الخلاط وبتبل فيها الفراخ بتاعتي. ولو عندك زبدية تبقى جميلة قوي، تبقى طرية معاكي حلوة قوي. وبعين التتبيلة ديت في الفريزر. انا دلوقتي طلعت الكفتة بتاعتي اللي انا تبلتها، وهجيب معلقة واعمل عليها صوابع الكفتة، علشان عايزة صوابع الكفتة يبقى فاضي من جوه علشان يستوي من جوه ومن بره. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما بعمل تجيبي معلقة وتعملي عليها الصوبع زي ما انت شايفة. متنسيش تبقي تعصري البصل، ما تسيبيش البصل كده من غير ما تعصريه في الكفتة، علشان الكفتة ما تطلعش فيها مية كتير وتطلع ماسكة نفسها زي ما انت شايفة معايا كده. انا كده ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وهدخل فيه الكفتة. ودلوقتي انا بجهز الفرخة كمان علشان احطها في الفرن، علشان اخلص حاجة في حاجة كده، ما يبقاش الفرن بتاعي مسحوم في بعضه. واعرف اسوي الحاجة بتاعتي. انا هفرد الفرخة في الصينية وهكسرها بايدي علشان عايزاها تبقى مفرودة فردة حلوة وتستوي معايا حلو. وهخرمها بالسكينة. انا بكسرها اهو كسر كده بايدي علشان اثبتها بس في الصينيه، وهدخلها الفرن على الشبكه من فوق من النص علشان ما تتحرقش من تحت. بعد كده هجهز الفراخ البانيه بتاعتي وهتبلها. هستخدم بس بيضايه واحده، وهتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه بالتتبيله. بيضايه عليها رشه ملح ورشه فلفل ومعلقتين لبن، وهقلبها كويس. وهاخد الفراخ بتاعتي وانزل بيها على البيض. هيختلط الكمية، هتختلط ببعضها وهتعمل معايا كمية بيض كتير. احسن ما اخد حتة الفرخة واحطها في البيض وطلعها من البيض على البقسماط، لا كده احسن واوفر، وهتوفر عليكي ان انت تستخدمي بيض كتير. انا كده شلتها كلها حطيتها في البولة. شايفين عملت معايا كمية قد ايه، وشايفين السوائل قد ايه في الفراخ. احسن ما ناخد بيض لوحده ونحط فيه الفراخ، كده احسن واوفر. انا هاخدها دلوقتي دايركت من الطبق على البقسماط على طول بالشوكة، وهاخد بالشوكة علشان ما اخدش في ايدي بقسماط وايدي تعجن، لا هاخد بالشوكة واقلب وبعدين اعمل بايدي كده، ايدي مش هيروح ناحيتها سوائل خالص، وهعرف اغلف حتة البانيه بتاعتي بالبقسماط كويس. وبعد كده هركنها في التلاجة ربع ساعة بحيث التتبيلة تثبت، وبعد كده هحمرها. هعمل طاجن البامية. هبتدي بالبصلة، معايا معلقة سمنة وعليها بصلة مضروبة في الكبة. هقلب البصلة بتاعتي لحد ما تاخد لون. هنزل بمعلقة توم صغيرة وأقلبها كويس، وبعد كده هضيف اللحمة. وهستنى لحد ما اللحمة تاخد لون هي كمان. هرش على اللحمة كده معلقة فلفل، وبعد كده هضيف كوباية مية مغلية. واسيب اللحمة بتاعتي لحد ما تستوي. كده اللحمة بتاعتي استوت نص سوا. هضيف عليها الطماطم واخليها تكمل سواها مع الطماطم. هضيف معلقة صلصة علشان تديني لون حلو مع الطماطم. المحاشي خلاص استوت. محشي الخضار ومحشي ورق العنب كمان استوى. كده اللحمة استوت خالص في الصلصة بتاعت البامية، وضفت البامية. كده دي اخر مرحلة. هضيف معلقة كزبرة ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة فلفل اسود، وهستنى لما البامية بتاعتي تستوي شوية، يعني نص سوا كده، واحطها في الطاجن وادخلها الفرن تغلي غلوة بس من تحت واحدة وتاخد لون من فوق. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحط اللايك عشان توصلي الفيديو للكل يستفاد منه. هعمل كبسة اللحمة بالرز. هحط معلقة سمنة، وأول ما تسيح معايا هحط اللحمة. وهضيف على اللحمة البهارات: عيدان قرفة، حبيبات كبيبة صيني، ولومي اللي هو الليمون المجفف، وقرنفل عيدان. هقلب البهارات دي في اللحمة لحد ما اللحمة تغير لونها. هضيف عليها كوبايتين مية مغلية وهسيب اللحمة تستوي خالص.
على ما اللحمة بتاعتي بقى بتاعت الرز تستوي، هحضر البشاميل عشان هعمل بيه صينية لازانيا. البشاميل بتاعي عبارة عن معلقتين سمنة و3 معالق دقيق، وهقلبهم في بعض لحد ما الدقيق ياخد ريحة معايا. هضيف معاه 3 كوبايات لبن، وهحط معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة ملح، ومننساش جوزة الطيب، بتبقى طعمها تحفة في البشاميل. هنقلب بقى البشاميل كويس قوي لحد ما يتقل، وخلاص على كده. تعالوا بقى نحضر صينية اللازانيا. انا معصجة اللحمة وجاهزة. كلنا طبعا عارفين تعصيجة اللحمة المفرومة، ومحضرة كوباية صلصة من اللي هي صلصة المحشي اللي انا عملتها. صلصة بس بصلة وطماطم، وحطيتها على اللحمة المفرومة وقلبتها، وجهزنا طبعا البشاميل بتاعنا. دلوقتي هنبتدي نحط طبقة لحمة بالصلصة في الصينية، وطبقة بشاميل، وبعدين هنرص اللازانيا على حسب الصينية بتاعتك. وبعدين هنرجع تاني نحط طبقة لحمة وطبقة بشاميل، وهكذا لحد ما نخلص كمية اللازانيا اللي في العلبة. هخلصها وادخلها في الفرن على الشبكة من النص علشان ما تتحرقش من تحت، واسيبها براحتها خالص لحد ما تستوي. لما تستوي هتاخد لون ذهبي معاكي من على الحراف، وبعدين هتحمري وشها من فوق بالشواية. على ما خلصت صينية اللازانيا بالبشاميل بتاعها، كانت اللحمة بتاعت الرز استوت خلاص. هضيف على اللحمة لو المية نقصت معاكي هتزودي مية مغلية تاني، وهتضيفي معلقة كركم كبيرة ومعلقة ملح كبيرة، وبعدين هتضيفي الرز بتاعك. انا غسلة الرز البسمتي غسلة سريعة. لو ما عندكيش رز بسمتي مش مشكلة، ممكن تعملي بالرز المصري عادي، بس فكرة الرز البسمتي بيبقى كده مفرول وطعمه جميل قوي مع الكبسة. الرز البسمتي بيتغسل غسلة سريعة علشان ما يشربش مية كتير، والمية بتاعت الرز البسمتي بتبقى أعلى من الرز بحوالي 3/4 الرز المصري العادي. يعني لو كوباية الرز المصري بتاخد كوباية مية، الرز البسمتي بياخد كوبايتين مية. كوباية رز بسمتي على كوبايتين مية. أنا هسيب الرز بتاعي يستوي براحته، وهحمر الفراخ البانيه بتاعتي. وبرضو في نفس الوقت هعمل شوربة الكريمة، معلقة سمنة وفصوص الفراخ. هحمرها كويس في السمنة لحد ما يتغير لونها. وبعد كده هحط عليها كوباية مية مغلية، وهسيبها تستوي في المية، وبعد كده هحضر الكريمة بتاعتها. بطلع دلوقتي البانيه بتاعي اتحمر بقى جميل اهوت واخد اللون الذهبي. وبعد كده هكمل شوربة الكريمة. معايا لشوربة الكريمة كوباية لبن عليها معلقة دقيق، وقلبتهم كويس قوي وضفتهم على شوربة بعد ما الفراخ استوت فيها. هضيف معلقة صغيرة مرقة دجاج ورشة فلفل اسود وربع معلقة ملح. جوز الطيب بتخلي طعم شوربة الكريمة حلو قوي. الرز بتاعنا خلاص استوى، اخد اللون الجميل. هضيف عليه معلقة صغيرة زعفران. الزعفران ده بيتحط اخر حاجة علشان يديني حباية رز حمرا وحباية رز صفرا، بس مش هقلبه دلوقتي، هسيبه شوية حوالي 10 دقايق، وبعدين اقلب الرز كله مع بعضه. شايفين بعد ما سبته اداني شكل الرز، شكله جميل قوي وريحته تحفة. كده الاكل كله استوى خلاص. الفراخ بتاعتي استوت ما شاء الله، اخد اللون الذهبي الجميل، وطاجن البامية كمان بتاعي استوى، وصينية الكفتة استوت، وصينية اللازانيا استوت. شايفين طاجن البامية عامل ازاي؟ طالع بيغلي من الفرن وشكله جميل قوي. وريحة الاكل فظيعة جميلة قوي. المطبخ عندي ضيق، الحاجة اللي بتستوي بطلعها بنقلها في مكان تاني علشان المطبخ بتاعي ما ياخدش مساحة مني كبيرة. خلصي كل حاجتك، لو مطبخك ضيق اللي تخلصيه طلعيه في الأوضة أو على السفرة على طول. طبعا في رمضان الوقت بيبقى ضيق قوي. أنا جهزت السفرة بتاعتي على طول لأن ما كانش فيه وقت. أنا شفت المنظر ده في المطعم كنت أكلت فيه، عجبتني أول فكرة، حبيت أعملها.
الصواني دي صواني التورته اللي انا عاملاها دي، الصواني دي صواني عاديه عندي. غلفتها بورق فويل، مقاسات هي. غلفتها بورق فويل وعملت طبق، حطيت فيه الرز بتاع الكبسة، ورصيت حواليه البفتيك زي ما انتوا شايفين، فراخ البانيه كده، وحطيت فلفل الوان، وشايفين الرز عامل ازاي. وحطيت في الطبقة التانية الكفتة بتاعتي، حطيت خضار كده تحت وحطيت عليه الكفتة وفلفل الوان. والصينية اللي فوق حطيت فيها المحاشي. انا هشيل عشان اوريكم انا عملت ايه. حطيت عشان اعلي واعمل شكل التورتايه دي، حطيت فناجين الشوربه، وعليت عليها الصواني علشان اعمل شكل التورتايه. والفرخه بتاعتي برضو حطيت طبقه رز وحطيت عليها الفرخه، ورصيت حواليها شرايح برتقان، وشوربه الكريمه بتاعتي هي زي ما انتوا شايفين. وعملت انا سلطه كول سلو وسلطه توميه. انا هبقى اعمل معاكم ان شاء الله منيو سلطات لوحده، عشان انا بحب اعمل السلطات دي، بتبقى تحفه قوي مع الاكل. وطاجن الباميه، وصينيه اللازانيا اخد اللون الذهبي الجميل. انا قلت لكم على كل التكات اللي انا عملتها. الصواني دي اللي هي مقاسات بتتحط في قلب بعضها، فرشتهم ورق فويل وحطيت عليهم مجات الشوربة زي ما وريتكم كده، انا بشيله اهوت. وعملت فكرة التورتاية اللي عجبتني في المطعم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك علشان توصلوا الفيديو للكل يستفاد منه. وبس كده، دي كانت حلقتي النهارده. قولوا لي رأيكم في التعليقات، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.